السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة مش هقول لكم وصفات ولا حاجة، بس هقول لكم شوية تريكات عملتها في المطبخ بتاعي. كنت قاعدة بجهز فيهم وكده، وقاعدة بتسلى في المطبخ. اول حاجة قبل ما ابدأ الفيديو بتاعنا هقول لكم الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، واما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. والدعاء بتاع النهارده: اللهم اني اسالك الخير كله عاجله واجله. يا رب لو عجبتكم النهارده الفيديو بتاعي باذن الله تعملوا لي اعجاب بالقناه وتشيروا الفيديو وتكتبوا لي كومنتات باذن الله، ويا رب الفيديو يعجبكم. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده عملت اول حاجه عملتها هي ستاره للحوض. طبعا كان عندي حته قماشه لونها يعني حلو، عجبني اللون بتاعها، النقشه بتاعتها على بنفسج كده صغيره وجميله، وهي قماشها رخيص مش غالي. جبتها القماشه وقست من هنا لغايه الارض، وبعدين رحت مكشكشه القماشه بالابره والخيط كشكشه خفيفه كده. وبعدين جبت اللزق دوت البقره منه مش غاليه، بتتباع ب15 جنيه، اسمه لزق ده بالفيس. وحطيت منه قطع صغيره، قصيت القطعه من جوه ولزقتها في الحوض من جوه من هنا، لزقت كذا لزقه، وحطيت عليها لزقت عليها القماش. بعد ما كشكشته اداني الشكل ده على الحوض. وبعد كده بقى ايه، بعد ما لزقتها من كل الاتجاهات، اللي من الثلاث اتجاهات، من هنا ومن قدام ومن الجنب، خلصت وبقت شكل الستاره جميل. والحاجه اللي تحت الحوض متداريه. طبعا عندي الصابون السائل والكلور والحاجات دي تحت الحوض. بعد كده مسكت ازايز الكلور الفاضيه عندي. كان عندي ازايز كلور ملهاش استخدام، يعني ما رمتهاش، ورحت جايه قطع الازازه من هنا ومن فوق، وجبت الكعب اللي تحت قطعته وعملته زي الصبانه. وجبت كوبايه بلاستيك بتاعه شوكولاته، عملتها زي ايه للصابون. هيبدأ الصابون ينزل كده معانا، والليفه عملت لها مكان هنا عشان ما ايه تتدارى. طبعا هتغسلي، تاخدي الصابون بتاعك وتبداي تغسلي المواعين بتاعتك والاطباق والحاجات بتاعتك، وتحطي الليفه بعد ما تخلصي في المكان ده. طبعا لزقتهم باللزق اللي احنا قلنا عليه الدبل فيس. يبقى عملنا كوبايه للبريل، بتنزل بكميات بسيطه على طبق ايه، تاخدي منه وتغسلي على طول. طبعا فكره سهله وبسيطه. طب بعد ما غسلت المعالق والحاجات دي، برضو جبت الازازه التانية قصيتها وزينتها بالشكل ده، وخليتها للمعالق والحاجات دي. وطبعا خرمتها من تحت عشان الميه ما تفضلش ايه فيها، وتفضل ايه متصفيه. المعالق ما يبقاش فيها اي نسبه ميه ولا اي حاجه خالص. طبعا الفكره دي فكره جميله لست البيت، وفي امكانك ان انت من فتره للتانيه تغيري الالوان بتاعه الازايز، تغيري الحجم زي ما انت عايزه. الفكره سهله وبسيطه، ما خدتش مني والله يعني نص ساعه. قعدت بس اقصقص في الازايز وازينها وبس، ورحت جايه لازقاهم في ثواني، ما خدوش مني اي وقت ولا اي مجهود. يا رب تكون الفكره عجبتكم بتاعه الصبانه، ونحط الليفه فيها وكوبايه البريل. وطبعا الصفايه بتاعت المعالق والسكاكين والشوك والحاجات دي بتستحمل يا جماعه. انا لازقاها لزقتين، واحده من فوق وواحده من تحت، ودي لازقاها من هنا، ودي لازقاها لزقه، ودي لازقاها لزق من ورا. اللزق ده ميزته ان هو بيلزق في الحاجه، وبيلزق في الحيطه او الحائل اللي ورا اللي انت هتلزقي عليه. فكره سهله وبسيطه، مش هتاخد منك ولا مجهود ولا وقت. وهفرجكم بقى على الرفوف اللي انا عملتها، طبعا عشان ازين مطبخي واخلي شكله جميل. بدات اعمل الرفوف اللي هتشوفوها. ده الرف الاولاني عملته على الشكل دوت. انا طبعا جبت خشب ورحت مجمعاه ومدقدقاه، وعامله الرف على انه يستحمل 3 حاجات، يعني احط فيه الرف اللي فوق والرف اللي تحت الوسطاني والرف اللي تحت. وبدات اللي انا ايه اشغل الحاجات اللي عندي اللي انا كنت عاملاها، البرطمانات والتحف، الحاجات اللي انا بعملها حطيتها برضو في المطبخ بتاعي. وحطيت هنا طقم توابل سريع جنب البوتاجاز عشان اخد منه الملح والفلفل والكمون. الطقم ده رخيص مش غالي والله يا جماعه، يعني حاجه رخيصه جدا يعني. والعلب طبعا الصغيره بتاعت الجيلي والحاجات دي ممكن تحطيها برضو ايه، جبتها وزينتها.
الفكرة دي بقى، الفكرة دي جميلة خالص. ده عبارة عن علبة بتاعت الشاور والحاجات دي، قصيتها وعملتها جزئين ولزقتهم في بعض من الجنب، وعملت لها المنظر ده على اساس ان هي شكل يعني البطة، وسهلة خالص. ممكن تحطيها في الحمام، وتحطي هنا الفرش بتاعت الاسنان، نحط فرش الاسنان، وهنا نحط مثلا الليفة الكبيرة او اي حاجة من استخدامات الحمام، وهنا الصابونه. وفتحت فتحه للصابونه عشان الميه ما تعملش فيها، ما تنزلش فيها، والصابونه تخلص وكده. الوصفه سهله. ودي البرطمانات اللي عملتها معاكم قبل كده. البرطمانات دي طبعا احنا زيناها، والصينيه القديمه اهي زيناها ورجعناها زي ما كانت جديد، شكلها جديد يعني، واستخدمناها تاني. ومعايا هنا كمان الرف التاني. الرف ده عملته بشكل مختلف، اللي هو ايه، قسمته نصين بقطعة خشب ودقدقتها، ورجعت جبت خشبة من هنا ورحت مجمعاه ودهناه بالبويه. طبعا ما خدش مني انا مش بعرف ادهن قوي يا جماعه، هتلاقوا فيه عيوب في الدهان، طبعا انا مش فنانه في الدهانات وكده. فحطيته كده ان انا احط فيه حاجتي، وفي نفس الوقت شكله يبقى جميل ومزين وشكله يبقى حلو. والبرطمانات اللي كنت عاملاها ده للملح، ودي برطمانات للتوابل او اي حاجه، شاي، سكر، اي حاجه. ودي البرطمانات بتاعه البقول اللي هي فيها الفول والعدس والفاصوليا والمكرونه والشعريه واللسان العصفور، الحاجات بتاعتي كلها. والبرطمان ده قلت خليه بقى بحط فيه اي حاجه من الحاجات اللي هي بتيجي ساعات كده، الواحد يبقى معاه اكياس يفضي فيها الحاجات اللي هو ايه مستخدمها. طبعا انا لزقت من تحت في المطبخ هنا زي ما انتم شايفين عشان يطلع في التصوير طبعا شكله حلو ويعجبكم. لزقت اللي هو اللزق بتاع البوتاجاز، اللي هو بيتلزق على البوتاجاز. اللزق ده شكله جميل ونضيف، بان هو بيتنضف باي سبونج او اي حاجه هينضف. وعملت برضو المنظر اللي ورا ده اهو، انتوا شايفينه اهو. عملت المنظر بتاع برضو اللزق البوتاجاز ده تحت الرف، بحيث ان هو يديني شكل جميل تحت البوتاجاز اللي هو دون. والبوتاجاز التاني معايا برضو لزقت له لزقه جديده وخليت شكله جميل. غيرت منظر المطبخ بعد ما كان منظره مش حلو وكده، خليته شكله طبعا بقى اجمل. هو المطبخ بتاعي بسيط وقديم، انا يعني بقالي سنين اكتر من 20 سنه، ومطبخي ده يعني ما شاء الله زي ما هو زي ما انتم شايفينه كده. بحاول ان انا اجدد فيه وازينه واخلي شكله جميل. وبرده معايا هنا اللزق بتاع البوتاجاز، استخدمته في الشكلين دول وادوني شكل جميل فعلا، وبيظهر جميل جدا في التصوير. بحب اصور دايما في المكان ده، برتاح له كده وانا واقفه فيه، شكله جميل ومناسب. ولزقت هنا اسماء الله الحسنى. طبعا اسماء الله الحسنى، والواحد بيعمل في المطبخ او بيشتغل ممكن ان هو ايه يقول اسماء الله الحسنى. ودي كانت هديه من تلميذه عندي في المدرسه، كانت كاتبالي محمد صلى الله عليه وسلم، فلزقتها لاني ما حبيتش ذكرى ليها عندي حلوه. ولادي في المدرسه دايما بيجيبوا لي ذكريات حلوه كده وحاجات جميله، ما بحب احتفظ بيها. وفي عيد الام طبعا كل سنه كل ام طيبه بيجيبوا حاجات كده تذكارات جميلة وحاجات خفيفة بتبسطني، وما برضاش ارميها حقيقي بجد. بحب احتفظ بالحاجات بتاعتهم دي. بتعتبر ان هي هدية بسيطة بس بتبسطني وبتسعدني وبتدخل السرور على قلبي. ويا رب النهاردة فكرة الفيديو تكون عجبتكم، وهي استخدام في حاجات المطبخ، حاجات بسيطة خالص بس ما بتاخدش مننا اي مجهود ولا اي تكلفة. انا بحب الحاجة دايما البسيطة اللي شكلها حلو وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة، عشان اي حد يقدر يستخدمها ويستغلها ويكون مبسوط وهو بيشتغل فيها. بصوا بقى البسطين اللي فوق دول فكرتهم سهلة جدا. الفكرة بتاعتهم ايه، انا بجيب اللزق الغيرة وبجيب الخيط الصوف او اي خيط عندك يكون الوانه حلوة او مناسبة ومتناسقة مع بعضها، وابدا الزق اللزق والف عليه الخيط وافضل الف لغايه لما اوصل لنهايه الازاز. ممكن اعملها لون واحد، ممكن اعملها لونين، ممكن اعملها اكتر من لون. وبعد كده برجع ازينها باي شويه خرز، اي شويه ترترلولي، اي حاجه عندك، وبربط لها في مكان كده بشكلها جميل، وبحط فيها ورده او وردتين بتديني منظر جميل وبسيط. والله حاجه ولا ابسط من كده. ان شاء الله يعني برضو على العيد ان شاء الله برضو هنعمل ترتيب تاني
ونظام تاني بحيث ان احنا نغير من شكل مطبخنا ونخلي مطبخنا انيق وجميل وشكله حلو يعجب كل اللي يدخل فيه وينبسط. وهي حاجات بسيطة والله ما فيهاش اي تكلفة، بس بتديكي منظر واحساس ان انت وانت واقفة في المطبخ ان انت في حاجات قدامك انت عاملاها بايديكي بتبسطك وبتحسسك بالسعادة. وطبعا الحاجات الحلوة الكتير دي بتفرح اللي في البيت برضو معاكي، وما حد يدخل المطبخ بتاعك يحس ان انت ايدك فيه ودايما مشغولة بمطبخك يعني، لان هو ده اهم مكان عندك في البيت بتقضي فيه اكتر وقت ووقت كبير جدا، فبتنبسطي منه وبتحسي بالسعادة فيه. وطبعا اكلاتك كلها لما بتعمليها وانتي بالحب وان انتي حابه ان انتي بتعملي الحاجات بتاعتك بتطلع حقيقي الاكل حلوه وبتخلص بسرعه وكله بيشكر لك فيها لانك انتي عاملاها بالحب وعاملاها من جواكي بصفاء نيه وبطيبه خاطر، فبتطلع الحاجه جميله وحلوه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.